زمان في البلاي ستيشن كان في فريق اسمه نجوم العالم، منتخب خيالي بيضم افضل لاعبي العالم. وفي موسم 2000 بيقرر مرشح لرئاسه نادي ريال مدريد تحقيق الحلم الخيالي ده، وبيوعد جماهير ناديه انه في حاله فوزه برئاسه النادي انه هيكون لهم نجوم العالم. وبيوعد جماهيره كمان انه يتعاقد مع افضل لاعبي الغريم برشلونه البرتغالي لويس فيجو. فعلا بينجح بريز بيكون رئيس نادي ريال مدريد وبينفذ وعده وبيشتري لويس فيجو اضخم صفقه في تاريخ اوروبا، ويبدا عصر الجلاكتيوس. يبدا النادي بتنفيذ حلم رئيسه ويتعاقد مع بطل كاس العالم مع منتخب فرنسا زين الدين زيدان، ومع بطل كاس العالم مع منتخب البرازيل الظاهره رونالدو، وكمان يتعاقد مع الانجليزي ديفيد بيكهام ومايكل اوين ونجوم العالم حرفيا. بدا النادي بشكل ممتاز وبيفوز بدوري ابطال اوروبا والدوري الاسباني 3 مرات. بس مش كل القصص بتنتهي نهايه سعيده. عايز بس اوضح توضيح بسيط